تصور إنك فاتح العداد بعد نص الليل وزبون يطلبك لمكان فاضي، وبعد 5 دقايق تحس إن الرحلة دي معمولة مخصوص عشان ما تخرجش منها. القصة ترتم سواق شغال على تطبيقات التوصيل اسمه كريم، بيحكيها لحد دلوقتي بنفس الرعشة في صوته. كان يوم خميس الساعة 2:40 الفجر. كريم خلص مشوار في التجمع الخامس وقرر يعمل مشوار كمان قبل ما يقفل. جابته رحلة من حساب جديد، التقييم 0 والاسم مجرد حروف ملخبطة. نقطة الالتقاء جنب سور قطعة أرض فاضية على أطراف المدينة. قال لنفسه مشوار سريع ورجع. وصل الشارع هادي، عمودين نور شغالين والباقي مطفي. وقف، وبعد ثواني ظهر شاب لابس هودي اسود وكمامة. فتح الباب الأمامي من غير ما يسأل. السلام عليكم، عندنا 2 كمان نفس الشلة هيركبوا من أول الشارع. كريم حس إن دي أول علامة غلط، بس قبل ما يفكر يعتذر فتح البابين الخلفيين بسرعة وركب 2. واحد ضخم ماسك كيس قماش، والتاني هادي قوي وعينه على المراية. بدأوا الرحلة. العنوان في التطبيق كومباوند سكني، بس بعد دقيقتين الدبوس اتحرك لشارع ترابي ورا المخازن. الواد اللي قدام قال بنبرة آمرة سيب الخريطة، لف يمين هنا. كريم رد بهدوء المكان ده مش على الخريطة، قلت لك لف يمين. في نفس اللحظة كريم فتح من غير ما يحس زرار الطوارئ في التطبيق، الميزة اللي بتبعت موقعه المباشر لخط النجدة، وفعل مشاركة الرحلة مع أخوه برسالة مختصرة: لو وقفت الشبكة اتصل بالنجدة على اللوكيشن ده. العربية داخلة على منطقة مقطوعة. الضخم فتح الكيس وأخرج منه سلاح أبيض قصير وحطه جنبه، وقال بس نوصل ونخلص، مفيش داعي للكلام. عقل كريم اشتغل بسرعة. عنده خيارين، يا إما يسيبهم يسوق المشوار للنهاية، يا إما يخلق مشكلة مضبوطة تجبره يقف في مكان فيه ناس وكاميرات. لمح محطة بنزين على بعد 700 متر ناحية اليسار، مش على خطهم بس قريبة. فجأة العربية اترعشت. كريم عملها قصدا، نقر مفتاح البنزين لثانية وفصل، ورجع وصل وهو بيقول العربية بتقطع، هقف المحطة دي ثواني. الهادئ اللي ورا قال بهدوء خطر كمل، مفيش محطات. كريم رد ببرود مصطنع لو العربية قطعت في نص الصحراء هنبات هنا. ضغط إشارة الانتظار ودخل المحطة بسرعة على أول مدخل، ثم لف قدام الكاميرات مباشرة ونزل الإزاز للآخر وهو بيهلل بالكلاكسات كأنه عنده حريقة. عامل المحطة جري عليه، وكريم ساب الباب موارب وقال بصوت عالي متعمد افتح الكبوت، العربية بتولع. اللي قدام اتوتر، والضخم خبى السلاح تحت الجاكيت. في ثواني حطوا 2 عمال والكاميرات فوق دماغهم. الهودي قال بصوت واطي اطلع برا كمل. كريم قال بأعلى صوت مش هقدر اتحرك قبل ما افصل البطارية، يا عم حمادة هات طفاية. في اللحظة دي وصل موتوسيكل شرطة مرور بيعدي قدام المحطة. الإيدة خدمه، وكمان الإشعار اللي بعته للتطبيق شغال. الشرطي شاف اللمة، دخل فورا. الهودي حاول يسيطر فكنا يا باشا صاحبنا تعبان، بس الشرطي لمح يد الضخم بتتزحلق على مقابض السلاح وهو بيعدل جاكيته. كلكم برا العربية بالراحة. اتفتح باب الخلف والضخم حاول يزوغ ناحية سور المحطة. الشرطي صرخ أوف، وكريم فجأة قفل السنتر من دراعه الناحية التانية. حبس اللي قدام جوه ثانيتين كفاية لزميل الشرطي يمسك الضخم، والعاملين ساعدوا يمسكوا التالت. خلال 6 دقايق وصلت عربية نجدة. اتفتشت العربية والكيس واتلاقى بطاقات سم، سكاكين صغيرة و3 موبايلات، واحد منهم فيه طرق خلفية وملاحظات مختصرة. محطات تجنبها، كاميرات موجودة عند الميدان الفلاني، سواقين يستدرج من حساب جديد، نقطة فاضية، تغيير دبوس بعد الركوب. باختصار فخ متكرر. كانوا بيستدرجوا السواقين لنقطة بعيدة
يهددوه بالسلاح وياخدوا العربية والمحفظة والموبايل، وأوقات لو سواق قاوم الموضوع كان بيتحول لاعتداء كامل. في القسم اتضح إن واحد من الثلاثة عليه سوابق سرقة بالإكراه، والتاني حسابه على التطبيق معمول بهوية مزيفة تم تفعيلها من سايبر. المدهش إن التطبيق فعلا بعت إشارة SOS لخط نجدة الشركة، والشرطة كانت قريبة أصلا من المحطة بسبب بلاغ تاني في المنطقة. كريم خرج من القسم مع الفجر، شرب شاي قصاده وما نطقش. لما سألوه كنت هتعمل إيه لو مفيش محطة وكاميرات؟ قال كنت ناوي الحادثة محسوبة، أخبط على مطب جامد أو أخش في صف عربيات فيها ناس، المهم بقى قدام شهود وكاميرات واسيب الباب مفتوح. من بعدها كريم غير شوية حاجات، ما بياخدش أي رحلة بحساب جديد من غير تقييم بعد نص الليل، ما بيقفش في نقاط فاضية، ولو اضطر ينزل الإزاز على الآخر وأبواب العربية مش مقفولة إلا لو اتحرك. يخلي مشاركة الرحلة شغالة مع أخوه طول الشفت، يحفظ أماكن المحطات والكاميرات على خرائطه الخاصة. واللي مخليه لحد النهاردة مش قادر ينسى صوت الهادئ وهو بيتكلم لأول مرة بعد ما اتقبض عليهم. انت عارف انك ما كنتش هتعدي الليلة دي، صح؟ كريم ساعتها بس فهم ان ثواني صغيرة، قرار يلف للمحطة، كلاكس قصاد كاميرا، هي اللي فرقت بين خبر تاني في الجرايد وبين واحد رجع بيته.